احنا اوقات كتير بنفكر ان حب الناس لينا هو اهم حاجة، لكن الحقيقة اجمل شعور ممكن الانسان يحسه ان ربنا يحبه. بس السؤال هو ازاي تعرفي ان ربنا بيحب؟ هل في علامات فعلا؟ الاجابة ايوه، في علامات كتير، وبعضها بيكون موجود في حياتك كنتي حتى مش واخدة بالك. وفي الفيديو ده هنتكلم عن علامات جميلة جدا ممكن تكون رسالة طمأنينة من ربنا ليكي. اول علامة ان ربنا يردك ليه كل مرة تبعدي. مفيش انسان كامل، كلنا بنغلط وبنقصر، لكن في ناس مهما بعدت تفضل حاسة بالندم وترجع تدعي وتصلي وتحاول تاني. وده من أكبر علامات حب ربنا للعبد، إنه ما يسيبوش قلبه ضايع. أوقات تحس إنك بعيدة، لكن فجأة تسمعي آية تأثر فيكي، أو فيديو ديني يخليكي تعيدي التفكير، وده ممكن يكون لطف من ربنا بيشدك ليه من تاني. تاني علامة إن قلبك يكره المعصية حتى لو وقعتي فيها. في فرق بين شخص بيغلط وهو عادي عنده، وشخص بيغلط وقلبه موجوع. الشعور بالذنب بعد الغلط مش دايما شيء سيء، أوقات بيكون علامة إن قلبك لسه حي. طالما جواكي رغبة إنك تكوني أفضل، فده خير كبير جدا. تالت علامة الابتلاء اللي بيقربك من ربنا. مش كل وجع في حياتك معناه غضب من ربنا. أوقات ربنا بيبتلي الشخص لأنه بيحبه، علشان يرجعه أو يقويه أو يحميه من شيء أسوأ. كم مرة حاجة انكسرت في حياتك وبعد كده اكتشفت إنها كانت خير؟ كم مرة دعوة اتأخرت وبعدها فهمت الحكمة؟ ربنا أرحم بينا من نفسنا. رابع علامة إن ربنا يبعد عنك ناس أو أماكن كانت هتأذيكي. أوقات نزعل جدا على علاقات انتهت أو فرص راحت، لكن بعد مدة نفهم إن ربنا كان بينجينا. مش كل خسارة عقاب، أحيانا بتكون حماية. خامس علامة إنك تحس براحة بعد الدعاء، حتى لو المشكلة لسه موجودة. تحس إن قلبك أهدى وكأن في طمأنينة نزلت فجأة، وده لأن الدعاء مش بس لتحقيق الأمنيات، الدعاء قرب من ربنا، والقرب منه راحة. سادس علامة إن ربنا يرزقك بناس صالحة، شخص يفكرك بالصلاة أو ينصحك بلطف أو يشجعك تبقي أحسن. دي نعمة كبيرة جدا. الناس اللي تقربك من ربنا رزق. سابع علامة إنك رغم كل حاجة لسه عندك أمل. مهما تعبتي لسه جواكي يقين إن ربنا قادر يغير كل شيء، وده رزق عظيم. لأن اليأس بيبعد الإنسان، لكن الأمل بالله عبادة. وفي النهاية علامات حب ربنا مش معناها إن حياتك هتكون كاملة أو خالية من المشاكل، لكن معناها إن ربنا معاكي، بيهديكي وبيحفظ قلبك حتى وسط التعب. فلو شفتي أي علامة من دول في حياتك، احمدي ربنا وقربي منه أكتر، لأن أعظم رزق ممكن الإنسان ياخده إن ربنا يحب.